راهبات لابسين لبسهم العادي اللي هو الزي اللي هم مقتنعين ومعتقدين بيه، بينزلوا بيه البحر عادي. ليه احنا لما حد يلبس المايوه الشرعي بقى ممنوع ودول ارهابيين؟ ليه الخلاف؟ اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هذه المسألة من قبيل العادات والاعراف. نعم. لا يقحم فيها الدين، لا اليهودي ولا المسيحي ولا الاسلام بحال نعم. من الاحوال دي مبدئيا. واولا لا يوجد في باب الالبسة في الفقه الاسلامي ما يقال انه المايوه الشرعي، لأن المسلمة مطالبة بالتستر. قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغت المرأة المحيضة فلا يرى منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى الوجه والكفين. نعم. ومعلوم أن المواصفات الرئيسة للباس أو زي المرأة المسلمة انه لا يصف ولا يشف. يعني انا هعلق تعليق بسيط. نعم. مثلا لو فرضنا يقول لك مايوه شرعي، او مفيش حاجه اسمها مايوه شرعي. صح. طيب هو اذا غطى كامل الجسد لكن مع الماء هيصف ما تحته من حواس واعضاء وجوارح، فكون انه يصف ما تحته هو يساوي بالضبط كشف هذا. نعم. هذه واحده. انا بس عايز افرق ان بقول صح. المايوه يبعد عن انه اسلامي او غير اسلامي، احنا لا ينسب الى الاسلام. نعم. الامر الاخر ان في بدائل من الممكن اتخاذها، بدل ان القضيه تبقى تدخل في شؤون الدول واثاره نعرات طائفيه العالم كله في غنى عنها. ماذا لو ان الجاليه الاسلاميه هناك او المركز الاسلامي استأجر شاطئا خاصا بالمسلمين زي المطاعم اللي بتقدم لحوم حلال للمسلمين؟ نعم. ولا تكون قضية. انما يعني نتدخل في شؤون دول، من حق اي دولة انها يعني ترسم امورا. اما نحن ننصح، يعني زي مسألة ما اثير من 10 سنين الحجاب في فرنسا. ليس شرطا ان المسلمة ترتدي الزي او القص او الموديل العربي في الحجاب، ممكن تغطي شعرها ولو بقبعة. المهم ادت المطلوب ان اخفت الشعر لانه عورة بالنسبة للمسلمة. انما المظاهرات قامت وقتها على ان لازم تلبس الموديل العربي. ما قال هذا؟ سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. نعم. من قواعد الفقه الاسلامي العادة محكمة. نعم. والله قال قبل ذلك وفوق ذلك: خذ نعم. العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. فانا ارجو جنابك والمسلمين ان احنا لا نثير ازمات مع الاخرين، خاصة ان في جو احتقان في العالم. صح. ضد الاسلام واحنا جزء منه. صح. لان احنا فشلنا الى الان في تسويق البضاعة او حشد حظة مستندات. وده الجملة دي للشيخ محمد الغزالي رحمه الله. اما قال: المسلمون قضيتهم عادلة لكنهم فشل في حشد حافظة المستندات. هم حجة فرنسا او غير فرنسا ان بيعتبروا ما يسمى بالمايوه الشرعي رمز للارهاب. هل احنا قدرنا بمؤسساتنا المعتمدة في مصر والسعودية ومش عارف وفين 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 ان احنا نقوم بمؤتمر عالمي وشرح ثابت؟ كلها يعني ده الى الان وزراء الشؤون والاوقاف الاسلامية فاشل، لم يتوصلوا الى عقد مؤتمر لمواجهة الارهاب. صح. صح. احنا جزء من المشكلة. هم الناس بيقول لك هناك في